بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ حبيت اشارككم اليوم هاي تجهيزاتنا مسبقة، يعني خليها بالمجمدة او بالفريز، مثل اذا تكون عندنا مناسبة او عيد او عزيمة قبل يوم يومين نجهزها ونخليها. عندنا سمبوسة وبورق وكبة تمن، فأنا جهزتها قبل يوم يومين وخليتها بالمجمدة. فحبيت اشوفكم، الصراحة انا ما صورتها، بس حبيت اشوفكم فكرة ان اللي نطلعها. هواية بنات يقولون نطلعها من المجمدة فمن تقلوها تتفلش. هاي عندنا كباب عروق، انا هماتي ثارمته وجففته بالمجمدة كل شي ما عليه، فطلعتها من المجمدة جامدة. هاي ثاني يوم طلعتها، فخليتها يعني هيك 3 دقايق 4 تفتر شوية، لان ما خليتها تموع. خليت زيت على النار، حامي الزيت طبعا، وخليتها. فمن خليتها بالزيت، ما اول شي ما اخليه هواية، 4 5 على مود الزيت ما يبرد. شوية اهدي النار، ما اوطيها حيل، يعني اخليها نص. بداية النار تكون عالية واخليها، فاهدي النار على النص على الوسط، فاخليها تتقلب. ما احركها ولا اقلبها الا تاخذ لون من جوا. شوفوها حتى بعدها جامدة متماسكة. هاي أنا حبيت أقليها قدامكم وياكم حتى تشوفون الخطوات بأنها ما تتكسر ولا تتثرم. أكو بنات يقولون نسويها وتتكسر، بس تبعوا هاي الخطوات. هاي هنا السمبوسة هماتين أنا مسويتها بالبيت، وهماتين طلعتها من المجمدة دقيقتين هيك بس فترت وخليتها بالزيت. الخطوات شنية هي؟ تخلون الزيت حامي حيل وتذبون 4 5 بالبداية حتى الزيت ما يبرد، بعدين تزيدوه الكبة او السمبوسة او البورق. هاي شوفوا بهذا الشكل، ما عندي ولا وحدة تفلشت. فمن اخليها اخلي النار نص وسط، يعني لا واطية حيل ولا عالية حيل، بس بداية تكون النار عالية. شوفوا بنات شلون. هاي هنا حتى كباب العروقان تماتين العجينة مالته مجمدتها بالمجمدة. وما تتصورون وتتخيلون التجهيزات المسبقة شلون تفيد. إذا يجيك خطار، يجيك أحد مستعجل، أحد من العائلة فجأة يعني إجا، كان بطريق، كان بطبيب، كان ما موجود بالبيت، وإجا حب ياكل هيجي شغلات، بس تطلعيها من المجمدة وتقليها. يعني شغلتها سهلة وبسيط، وأنا دائما أسوي هاي الشغلات وأخليها بالمجمدة، يعني تكون شغلتها بسيطة ومريحة إلي وللأولاد. يعني مثل إذا أنا أكون ما موجودة هم يطلعون ويقلون، الكبار مو الصغار، لأن الصغار خطر عليهم يشتغلون على الطباخ. هاي شوفوا بنات حتى الكباب العروق أنا همينه شوفوا ما خرب عندي. هاي قليته كله وياكم بنفس الوقت، وحتى ما قطعت بالتصوير هواية، على مود تشوفون انتو وتكونون على ثقة تامة. هاي هنا شكل النهائي، وعلينا وعليكم ألف عافية حبايب. هاي هنا أنا بوقت ثاني أنا كنت عاجنة كليجة. هاي شوفوا بنات مخليه الطحينة هنا والزيت، العفو مو زيت، عندي زبد بس شوية مسيحته على النار، وبهذا القلاص أقيس بيه أني. الطحين قسته بيه الكيلو، وين الكيلو بهذا الكوب أو القلاص 8 قلاصات، لأن هذا متوفر بكل بيت قياسه طبعا. هنا هاي عندي حبة حلوة دقيتها بالهاون، وراح أخليها ويا الطحين، وأخلي منها رشة ويا الحشوة، كلش طيبة ريحتها تصير فايحة حيل طيبة. شوفوا بنات بالمحضرة إذا أثرمها تروح ريحتها نكهتها، بس إذا بالهاون أسحنها تكون ريحتها طيبة قوية. ها شوفوا هنا أنا خليت الزيت، العفو هذا عندي شو اسمه. هاي بنات خليت الزبد عندي أنا مسيحته على الطباخ، ولا هيجي أسيحه بس أخليه يدفى، ما أخليه حيل يحمى. خليته على الطحين وبسيته، وخليته هنا عندي قلاص زيت، إذا أحتاج أخلي من عنده. عجنتها كملتها، خليتها ترتاح لما حضرت الصياني. هاي هنا كان ورق الزبدة الصراحة ما عندي، فخليت زبد بالصياني. زبد أحسن حتى ما يلزق عندي الكليجة أو الكعك اللي نسويه.
هسه هاي هنا أنا راح أبلش وياكم الخطوات. هاي عندي أم التمر، هي أشكال يعني وبالكيف انتو حسب رغبتكم الأشكال انتو ايش حابين تسوونها. احنا سوينا كم شكل وكم فكرة، حابين تاخذوا الفكرة تسووها انتو على راحتكم. خليكم ويانا وشوفوا الأفكار. إذا وصلتوا لهنا حبايب لا تنسونا باللايك، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا. اللايك يرفع لنا القناة شوية، يكون يعني يطلع يظهر عندكم كل وقت، والاشتراك هماتين. أكون ممنونة وشاكرة لكم أني إذا تخلونا لايك. هاي هنا أنا عندنا خليت حشيت بالجوز مبروش الهند، همي أنا خليت عليه بس هالمرة شكر، وخليت عليه من هاي حبة الحلوة اللي شوفتكم اياها دقيناها بالهاون. ريحتها وطعمها ما شاء الله صارت كلش طيبة. جربوه بنات ان شاء الله يعجبكم. هاي هنا أنا طبعتها، أنا طبع بهاي عندي الطابعة متوفرة، هي بكل المحلات يبيعوها ب1,000. أي محل أبو حاجة 1,000 عنده هي متوفرة، شكلها كلش حلو. هاي الشكل ده شوفكم اياه عقرب، صار كلش حلو. وأنا بس حبيت أشارككم يومنا، لأن كلها تعرف تسوي الكليجة وهاي، وننطيكم أفكار. أكو مرات يعني واحد ينسى هيج فكرة يسويها، فمن يشوف يتذكر يسوي هيج شكل، يسوي هيج يعني كفكرة تشوفوها بس، أو حافز إلكم. هاي هنا الشكل الثاني للتمر، وأنا سويت هاي العفو هسه هاي الراشية طريقة جديدة الصراحة. أنا كنت بكركوك فاشترينا منها، عجبت الأولاد فسويت لهم إياه اليوم من عجينة الكليجة نفسها. جبت قطعة فرشتها وخليت شنو هاي هنا عندي راشي، وخليت عليه شوية شكر، فخليته عليها وبرمتها، وصارت يعني نفس اللي اشتريتها لهم من السوق. والقطعة اللي اشتريتها هسه تشوفوها بقد هاي اللي راح اسويها ب1,000 دينار. فأنا قلت عليش أنا اسويها هنا بالبيت، وصارت كلش طيبة ما شاء الله، وحبوها الأولاد. فهسه حتى يريدون أن يعني كل فترة يقولون ماما سوي لنا إياها. هاي بنات جربوها للأولاد، إذا تكون عندكم أولاد صغار بالبيت حبوها، وحتى الكبار، يعني حتى الكبار هنا بالبيت حبوها. ولد ماكو يعني عجينة خاصة إلها، من عجينة الكليجة تاخذين قطعة تسويها، جربيها بقطعة واحدة، إذا حبوها سويها عادي كل مرة إلهم. بس راشي وتخلين عليه شوية شكر، تخبطيه وتحطيه بالعجينة. هذا شكلها. شوفوا الشكل، يعني شغلتها بسيطة وسهلة. شوية تبرميها حتى تصير مبرومة مثل الجدل، يصير شكلها حلو من تستوي. شوفوا هي شوية تكون أكبر، بس أنا ما سويتها أكبر، هيك حجمها سويته وسط. ها شكل النهاية، وأتمنى يعجبكم. شوفوا حبايبي شلون شكلها كلش حلو بيها لمعة، وكان طعمها كلش طيب ما شاء الله. ودهنتها أنا شوية بيض، خليت عليه نكهة عندنا خليت عليها نكهة الفانيلا. العفو بنات.